اللي قال لك هعدل لك نظام السمارت كي او الزرار البصمه في عربيتك اللي هي مفتاح، نسي يقول لك ان هو شرط اساسي عنده ان هو يلغي السيفتي بتاع الكنترول بتاع الايموبلايزر. يعني ايه بقى اللي انت بتقوله ده؟ طيب خلينا نكون عارفين ان المفتاح اللي مش عاجبك العادي بتاع العربيه ده بيبقى فيه فحمه من جوه الكفر اسمها الايموبلايزر او الفحمايه. الفحمايه دي اول ما بتحطها في الكونتاكت بيكون في ملف سلك بيقرا الايموبلايزر بتاع المفتاح وبيتعرف على ان ده المفتاح بتاع العربيه. وعملت نسخه تيبيكال اصل من المفتاح هيخش ويفتح كونتاكت بس مش هيدور على العربيه، لان هو فيه من جوه شفره لازم الكنترول يتعرف على الشفره دي عشان يسمح لك ان انت تدور العربيه. واللي هيعدل لك النظام السمارت كي بلس ان انت تشتري برقم عشان تركبه مش هيقول لك ان هو شرط اساسي عنده ان هو يلغي اصلا الايموبلايزر بتاع العربيه علشان تدور بالسويتش. البصمه او زرار السمارت كي ده هو ما عليه ان هو سويتش بيدور العربيه بيونت صغير من غير شفره ولا يحزنون. يعني لو انت نزلت لاخر اليونت ده هتلاقي 3 فرد سات، واحده عمومي واحده كونتاكت واحده مارش. لو قفلتهم في بعض العربيه هتدور. يعني اي عيل صغير معدي ممكن يسرق عربيتك بمنتهى البساطة. اللي بينزل في العربية حاجة، لو العربية مؤهلة سمارت كي بيكون ليها كذا يونت موجود في العربية كلهم بيشتركوا ان هم يدوروا العربيه. السمارت كي اللي بينزل في العربيه غير اللي انت بتشتريه. اللي انت بتشتريه ده اعتبر نفسك ان انت مشتري سويتش، زرار بيدور العربيه بدون سيفتي ولا حزموه. يعني العربيه بيجيلك فيها سيفتي الايموبلايزر وانت بتلغيه بمنتهى البساطه علشان بس تعدل من نظام العربيه، عشان انا عاجبني موضوع السويتش ده. طيب في حاله بقى لو انا عايز اركب الموضوع ده على اصله، وفي حاله ان عربيتي في انواع منها اصلا سمارت كي، هل ينفع اخد سيستم كامل واحطه؟ ينفع تاخد بس سيستم كامل لان كل يونت مشترك بيونت بعض. يعني لازم اخد الايموبلايزر باليونت بالاي سي ام بالبودي كنترول، كلهم لازم يكونوا يونت كامل. لو انت عايز تعدل من النظام ده يبقى لازم تشتري سيستم كامل. لكن موضوع انا هجيب يونت كده في علبه واركبه واشتغل سمارت كي وبتاع، بلاش تقطع فضفيره عربيتك، بلاش تبوظ الدنيا، بلاش تبوظ سيفتي موجود في العربيه، بلاش تقطع فضفيره عربيتك لان الضفيره دي موضوع حساس شويه. اي لعبه في الضفيره العربيه ما بترجعش زي ما كانت، وممكن تعمل بعد كده مشاكل وتحرق كنترولات بسبب تقسيمه غلط وبسبب لعب في الكهرباء حساسه غير الميكانيكا شويه. خليك فاكر ان انا نصحتك وانت براحتك.